سلام، ازيكم؟ كتير بتسأل سؤال عايز ارسم او يتقال لي ان عايز ارسم بس مش عارف ازاي ابدأ ازاي اعمل ده. يا جماعة الموضوع سهل. احنا بنتولد بيعلمونا نكتب الرسم زي الكتابة او الكتابة هي في حد ذاتها رسم. امسك ورقة وشخبط اي حاجة قدامك، شخبط اي حاجة نفسك تعملها، جرب. انت اللي موقفك مش ان انت ما تعرفش ترسم لانك اوريدي بتعرف تمسك القلم، انت اللي موقفك خوفك. ما تخافش، موضوع بسيط. بوظت بيت، ايه اللي هيحصل يعني؟ في النهاية ده سكتشك انت، ما تقطعهاش، احتفظ بيها وارجع تاني. جرب في يوم تاني وقارن ما بين الاتنين، هتلاقي نفسك كل مرة بتجرب فيها انت افضل من اللي قبلها. جرب وما تخافش. ممكن تقرا كمان كتب لو عايز، شوف صور، اعمل تغذية بصرية، حاول تركز في التفاصيل. بتعمل قهوتك ولا فنجان الشاي بتاعك الصبح، ارسم الفنجان وانت واقف مستني المايه تغلي. موضوع بسيط جدا. جمع الأقلام اللي هتنشف زي ما انا عملت في الفيديو ده، واقعد شخبط اي حاجة. اعمل صفحة ورد زي صفحتنا دي، او اعمل صفحة بالأقلام، ارسم الأقلام نفسها. ارسم هدومك بتاعت اليوم، او ممكن كمان ارسم اتغديت ايه، فطرت ايه، اتعشيت ايه، الاكل اللي بتاكله في اليوم. خد تفاحة مثلا بتاكلها ولا برتقانة وارسمها وهي مقفولة، ولما تقشرها ولما تبدأ تاكل منها ارسمها في كل حالة. التكرار ده هيكسر الخوف اللي جواك وهيخليك تركز في التفاصيل. الرسم مش حاجة أكتر من إنك بتمرن عينيك، بتمرن إيديك وعقلك إنهم يعبروا عن التفاصيل دي. الموضوع ما يخوفش، جرب ما تخافش واستمتع معانا بالفيديو ده. ولو عجبك ادعمنا، ولو عايزني أساعدك في أي حاجة اكتب لي في الكومنت تحت، أكون سعيدة بكومنتاتكم كتير. وسأكون سعيدة برضو لو بعتولي اللينك بتاع الفيديوهات بتاعتكم أو الصور اللي انتوا بترسموها. صدقني الموضوع أبسط من كده بكتير. اهزم خوفك وامسك القلم وارسم معايا.